ابدأ بالسهل ثم انتقل إلى الممكن، تجد نفسك تصنع المستحيل، وهذا ما فعلته في فانتازي الدوري المصري. بدأ خلاص الدوري المصري ومتعة الدوري المصري وجمال وعظمة الدوري المصري، وبدأ معاه موسم الفانتازي. فقمت محمل اللعبة زي أي حد عادي. بعد كده قلت ايه، اعمل الخطة اللي انا ماشي عليها، ابدأ بالسهل. قمت محاطط بقى معلول وزيزو والناس الأساسية دي في التشكيلة، ابني بيهم التشكيل الأول. بعد كده انتقلت إلى الممكن، برونو سافيو اللي واضح من لمساته انه هيكون قمت جايبه في الفريق. وقلت بقى ايه، انت تصنع المستحيل. قلت ادخل بقى بعد اول جولة اشوف تشكيلتي كام نقطة. فدي كانت تشكيلتي في الجولة الاولى من لعبة فانتازي الدوري المصري. هم دول اللعيبة اللي انا اعتمدت عليهم. تفتكروا دول جابوا كام نقطة؟ كده بدل العضلة بتنقص احنا في اللبن فاهمين، احنا عبور مهما تدور، في اللبن احنا معديين، خبرة سنين هنا سابقين، في الجبنة احنا معلمين. ايوه احنا عبور مهما تدور، في اللبن احنا معديين، خبرة سنين هنا سابقين، عشانكم احنا مكملين. فاللعيبة طلعوا رجالة ووقفوا وقفة رجالة وجابوا لي 61 نقطة من أول 20 على العالم ترتيبي. معروف إن اللعبة عاملة جايزة بلاي ستيشن لأول واحد في أول 10 جولات. أنا بنافس على البلاي ستيشن خلاص. كل ده علشان عندي برونو سافيو اللي راكب عربية افيو، وواضح من لمساته إنه هيكون. مفيش حد في تشكيلتي ما جابليش أي نقط غير 2. أحمد عاطف 0 ما لعبش في الماتش أصلا. انا كنت فاكره هيلعب اساسي وكده ولكن ما لعبش. وطبعا برونو سافيو اللي راكب عربيه افيو اللي واضح من لمساته انه هيكون ما جابليش غير نقطتين، بس قلت هصبر عليه الجوله الثانيه. لاعب كبير ده، لاعب راكب عربيه افيو برونو سافيو واضح من لمساته. الفيديو ده بيتصور والجوله الثانيه شغاله، ومعروف ان تطبيق في الجول ما بيظبطش النقط وكده غير بعد نهايه الجوله خالص. بس هيبقى في فيديو نصايح بقى للجوله الثالثه ان شاء الله بعد نهايه الجوله الثانيه وقبل بداية الجولة الثالثة. نصايح للجولة الثالثة. وده الدوري بتاعنا اهو، كود الدوري لسه أول مرة نشره دلوقتي اهو. ده كود الدوري بتاعنا. نبص بقى على ترتيب الدوري بعد أول جولة برضو. جيت أبص على ترتيب الدوري قلت بسم الله ما شاء الله، ما صدقتش اللي عيني شافته. في المركز الأول أنا نمبر 2 اللي كلكم بتحبوه. طبعا وصلت للإنجاز ده بفضل ذكائي ودهائي في عالم كرة القدم. مش بقول لكم انتظروا النصايح في الجولة الجاية ان شاء الله، نصايح محدش قالها قبل كده. مفيش غيري انا والكابتن طاس معي، ده في القناة وواحد على اليوتيوب وبس على كده. ياه، من ساعة ما الرجل الطنبوشي طرد الواد فؤاد اللوزر وكل شوية بقى انا اللي بقيت متولي التقنيات الحديثة. كل شوية اللمبة تفصل مني واللمبة تتزفت مني. يا دي النيلة، ما نشوف كده اهي رجعت الحمد لله. اما بص بقى على باقي ترتيب الدوري كده، الناس دول كلهم بقى تحتي واقل مني في النقط. انا ايه، سابقهم بسنين ضوئيه طبعا. في المركز الرابع ايه ده، محمد اشرف بالتخصص. النمر اول ما بيظهر يخط، واللي يقف قصاده يجيبوا الارض. طب سلام بقى، واستنوا فيديو النصايح للجوله الجايه ان شاء الله ونشوف ايه اللي حصل ده. ربنا يستر. كله يتلبش من دخلته صاحب هيبه وعيب.